بلا شك غادي تكونوا لاحظتوا مؤخرا في المغرب الانتشار الكبير ديال هذه الشركه كازيون. سوبر مارشي مصري كبير فجأة ولينا كنلقاوه في كل بلاصه، من الدروبه ديال مدينه الدار البيضاء حتى الاحياء ديال مراكش. ولكن شنو الحاجه اللي جابت هذه العلامه المصريه للمغرب، وعلاش كتكبر بهذه السرعه الكبيره، وكيفاش كيقدروا يبيعوا باثمنه رخيصه اكثر من الحوانت اللي متعودين عليهم؟ والاهم من هذا الشيء كامل، شنو كيعني هذا الشيء للاقتصاد ديال البلاد؟ من مورا 2020 السوق المغربي ديال التجاره كان واجد للتغيير، الناس باقيين كيشريو بزاف من عند الحوانت الصغار. اما لي سوبر مارشي الكبار فكانوا كيشكلوا فقط غير 21% من المبيعات ديال المواد الغذائيه في 2023. في 2023 المبيعات ديال المواد الغذائيه المعلبه وصلت في المغرب لاكثر من 11.4 مليار دولار، وطلعت بزاف مقارنه مع 2019 بزياده ديال 22%. هادشي اللي كيبين بان الطلب في المغرب غادي وكيتزاد، لكن الطريقه ديال الشراء مقسومه على حسب الدخل، حيت تقريبا غير الثلث ديال المغاربه من الطبقه المتوسطه والطبقه الغنيه هما اللي كيديروا تسوق في لي سوبر مارشي. اما اغلب العائلات في المغرب فكيفضلوا يشريو من عند المحلات الصغار اللي قراب ليهم. من 2022 ل 2023 الغلاء والزيادات في الاثمنه ضغطوا بزاف على الجيوب ديال الناس وخلاهم يقلوا من المصاريف، قلبوا على الاثمنه الارخص. لكن في الاواخر ديال 2023 الغلاء بدا كينقص شويه وبدات كترجع الثقه بشكل تدريجي. لكن رغم هذا الشيء الناس في المغرب مازال كيقلبوا على السلع الارخص. في هذه الظروف بالضبط غادي يدخل واحد اللاعب جديد للسوق المغربي، وهنا كندوي على كازيون. فكيفاش بدات هذه الشركه؟ كازيون بدا في مصر بفكره بسيطه، انه يوفر الاغراض اليوميه ديال الناس ارخص ثمن ممكن. هذه الشركه تاسست في 2014 في مصر وبدات بغير بمحل واحد، ولكن في ظرف ديال 10 سنين غادي يوليو اكبر سوبر مارشي ديال الخصومات والتخفيضات في مصر كامله، وعنده حاليا اكثر من 1000 محل في 22 محافظه مصريه، وقدر يسبق منافسين كبار بزاف. من النهار الاول كازيون كانوا كيعتمدوا على سياسه واضحه، السلع الاساسيه بارخص ثمن بلا كماليات وبلا مصاريف زايده. الشركه معروفه بانها كتبيع المواد الاساسيه ديال الدار وباثمنه اللي منخفضه بزاف، وهذا الشيء اللي خلاها تنجح مع الناس البسطاء اللي ما كانوش لاقين راسهم لي سوبر مارشي التقليديين. هذه السياسه غادي تخدم بواحد الشكل كبير، وكازيون قدرت تبني قاعده كبيره من الزبناء اللي تعودوا على الجوده والتخفيضات. المحلات ديال كازيون انتشرت بزاف في الاحياء وتعرفت بالبساطه والسهوله في التسوق، ولات علامه معروفه بزاف في مدن وقرى ديال مصر كامله. باش ينجحوا هذه الطريقه كازيون اعتمد على تخفيض ديال التكاليف لاقصى حد ممكن، زائد الربح القليل في كل سلعه، لدرجه انه وصل في مصر انهم كانوا كيفتحوا محل جديد كل نهار. هذا النمو السريع كان ممكن بسبب الشبكه ديال التوزيع الكبيره اللي عندهم، زائد السياسه الصارمه ديالهم باي مصروف زايد. وبهذه الطريقه كازيون قدروا يحافظوا على الاسعار منخفضه وفي نفس الوقت يحققوا ارباح. باختصار كازيون قدر ينجح في مصر ويطور واحد النموذج ديال التجاره جديد. فمن بعد النجاح الكبير ديالو في بلاده غادي يقرروا يدوزوا لواحد الخطوه طموحه بزاف، واللي هي التجربه ديال نفس الفكره في بلاد اخرى. في الاواخر ديال 2023 كازيون غادي يفتح اول محل ليه برا مصر، وكانت البدايه من المغرب، وهذه كانت واحد الخطوه كبيره بزاف من عند الشركه باش تجرب السوق المغربي. والسبب هو انها شافت فرصه كبيره في المغرب بسبب الطلب اللي كيطلع عند الناس على السلع الغذائيه رخيصه. الوقت اللي دخل فيه كازيون للمغرب كان مدروس، المغاربه كانوا كيقلبوا على حلول اقتصاديه بسبب ارتفاع ديال المعيشه، زائد ان لي سوبر مارشي في نفس العام يعني 2023 كانوا كيتوسعوا بواحد السرعه كبيره، بحيث في 2023 غادي تفتح اكثر من 131 سوبر مارشي في المغرب. في هذه الظروف كازيون غادي يدخل مباشره في السياسه اللي نجحت لهم في مصر، السلعه اللي تكون مزيانه واسعار اللي قليله. هذا الدخول ديال كازيون للمغرب ما كانش عادي، بحيث في اقل من عام واحد وبالضبط حتى الغوش 2024 كازيون كان وصل ل 100 محل مفتوح في بزاف ديال المدن في المغرب، وهذا الشيء خلاه بسرعه يولي قائد في مجال ديال المتاجر الاقتصاديه اللي جديده على المغرب. كل محل ديال كازيون المساحه ديالو كتكون صغيره ما بين 150 و 300 متر كاري، وكتلقاه في اغلب الوقت في الاحياء الشعبيه، يعني كيحاولوا يقربوا للناس اكثر. الفورمولا ديال السلع مزيانه بارخص الاسعار واللي نجحت لهم في مصر عجبت المغاربه بشكل كبير ولات ناجحه حتى في المغرب. كازيون كبر بسرعه كبيره مقارنه مع لي سوبر مارشي الاخرين. مثلا في حين ان باقي الشركات كانت كتحل غير بعض المحلات في السنه، كازيون كان كيفتح بزاف ديال المحلات كل شهر، وحتى البدايه ديال 2025 كان وصل ل 150 محل في المغرب. هذا النمو القوي جاب في ظل استثمارات كبيره. كازيون قدر يجمع تقريبا 165 مليون دولار من بزاف ديال المستثمرين دوليين، زائد خدا واحد القرض مؤخرا من عند مؤسسه التمويل الدوليه بالقيمه ديال 30 مليون دولار باش يدعم هذا التوسع ديالو في المغرب. ففي المجموع في الظرف ديال 4 سنين كازيون حط تقريبا استثمارات في المغرب كتقدر ب 144 مليون دولار. الاداره ديال كازيون كانت واضحه، الهدف ديالهم هو يوصلوا ل 200 محل في المغرب هذا العام يعني 2025، وتقريبا يوصلوا ل 600 محل بالحلول ديال 2027. هذه السرعه الكبيره ديال الشركه كتبين النيه ديالهم، واللي كيبان بانهم باغيين يوليو من اكبر السلاسل ديال المتاجر في المغرب. فباش وصل الرقم ديال 200 محل مع النهايه ديال 2025 كازيون خاصهم يفتحوا 2 المحلات جداد كل سيمانه، وهذا الشيء اللي بالفعل اللي قادره عليه الشركه لحد الان. وهذا النوع ديال النمو السريع ما عمر المغاربه ما شافوا بحاله. وهنا كندوي في المجال ديال التجاره بالتقسيط، حيت السوق المغربي معروف بالتوسع اللي كيكون بطيء. فشنو هو سر النجاح ديال كازيون؟
بكل بساطه هو النموذج ديال الهارد ديسكاونت. الطريقه اللي كازيون كيخدم بها في المغرب هي نفس الطريقه اللي نجحته في مصر، التقليل ديال المصاريف، الخدمه السريعه والقرب من الزبون. الفكره الرئيسيه ديال كازيون هي النموذج ديال الهارد ديسكاونت اللي كتعني ان المحلات كتوفر غير سلع محدوده لكن اساسيه، اسعار رخيصه بزاف مقارنه مع لي سوبر مارشي التقليديين. كازيون كيتجنب بزاف المصاريف الزايده بحال الديكور ديال المحلات اولا الحملات الاعلانيه الكبيره بزاف اولا عدد كبير من الموظفين. المدير ديال كازيون في المغرب قال بانه كينقصوا جميع المصاريف اللي ماشي ضروريه باش يخليو المحلات ديالهم احسن مكان للتسوق من ناحيه ديال الثمن. الطريقه اللي كتخلي كازيون تدخل ارباح مزيانه رغم هاد الاسعار المنخفضه، والسر هو سلسله التوريد اولا سبلاي تشين اللي عند هاد الشركه. كازيون فتح واحد المركز ديال التوزيع كبير في المغرب باش يمول جميع المحلات اللي عنده بواحد السرعه كبيره، وكيخدم بزاف مع الموردين المغاربه المحليين باش يوفر سلع معروفه عند المغاربه. وبما ان كازيون كيشري من السوق المحلي فهاد الشيء كيخليه يتجنب التكاليف ديال الاستيراد اللي كتواجه محلات اجنبيه اخرى. النتيجه هي ان المحلات ديال كازيون فيها بالضبط السلع اللي المغاربه كيحتاجوا بزاف، من المواد الغذائيه حتى الادوات المنزليه. ميزه اخرى اللي عندهم هي اللوجيستيك والنظام ديال التوزيع اللي طوروه في مصر وجابوه للمغرب. الشركه كتعتمد على واحد النظام ديال التوزيع منظم بزاف حيت كيربط ما بين المخازن ديالهم والشاحنات والمحلات، وهكا باش كيتحكموا بواحد الشكل قوي في المخزون ديالهم ويوفروا السلع بواحد السرعه كبيره. هاد الطريقه اللي كتخلي السلع ما تنقصش في المحلات وتقلل من الضياع، وبالتالي الاثمنه كيبقاو منخفضين. وكل ما كبرات العدد ديال المحلات ديال كازيون كل ما كيشري سلع بكميه اكبر، وهكا اللي كيخليه يزيد يخفض من الاثمنه حيت كل ما شريتي بكميات كبيره كل ما كتقدر تفاوض على اسعار اقل. التوسع السريع ديال كازيون في المغرب كانت عنده اسباب واضحه، تمويل كبير واهداف محدده. المؤسسين والمستثمرين ديال الشركه شافوا ان السوق المغربي فيه فرصه كبيره وكانوا مستعدين يحطوا فلوس صحيحه باش كازيون يكبر بسرعه. الشركه جمعت تمويلات كبيره باش تنجح بهذه السرعه، وقدرت تحصل على 165 مليون دولار من عند مستثمرين كبار زائد قرض ب 30 مليون دولار باش تبني مخازن ومستودعات ديال التخزين. هذا التمويل خلى كازيون تكون عنده القدره انه يفتح بزاف ديال المحلات في نفس الوقت ويوظف معاه المئات ديال العمال، وما كيتسناش حتى يربح كل محل عاد يفتح اللي من بعده. الارقام الاولى كتبين بان كازيون غادي في الطريق الصحيح، بحيث في العام الاول ديالهم قدروا يفتحوا اكثر من 100 محل. كازيون الا كمل بهذه السرعه يقدر يولي واحد المنافس قوي للشركه ديال بيم اللي هو الاول في هذا المجال حاليا. وهذا الشيء بدا واضح مثلا في المدينه ديال الدار البيضاء فين كازيون بدا كيحل في محلات قراب من المحلات ديال بيم باش يخلق المنافسه. الخبراء كيقولوا بان الرابح الاكبر من هذه المنافسه هو المستهلك المغربي، حيت هاد المحلات غادي يديروا كل ما بجهد باش يعطيو افضل الاسعار والعروض للزبناء. الاداره ديال كازيون كتفتخر بانها ولات اكبر سلسله ديال المتاجر الاقتصاديه في العالم العربي وافريقيا. التوسع ديالو في المغرب هو واحد الجزء من خطه كبيره، بحيث الهدف ديالهم هو انهم يوصلوا ل 5000 محل في 3 ديال الدول وفي الظرف ديال 5 سنين. اما بالنسبه للمغرب فالهدف ديالها بالضبط هما يوصلوا ل 600 محل الحلول ديال 2027، الحاجه اللي غادي تخليها وحده من اكبر السلاسل التجاريه في المغرب. بالنسبه لهذا المجال من اكبر المنافسين ديال كازيون في المغرب كاين بيم ومرجان. كازيون داخل السوق المغربي بسلاح قوي واللي هو الثمن رخيص، وهذا الشيء قريب بزاف من الطريقه اللي دخلت بها بيم للمغرب في 2009. بيم كان اول سوبر مارشي اقتصادي في المغرب وقدر ينجح كيبيع سلع ارخص من المحلات التقليديه في المغرب وحتى لي سوبر مارشي الكبار. اما مرجان واللي هو واحد من اقدم واكبر الاسماء في المغرب الطريقه ديالو مختلفه حيت هو اصلا ايبر مارشي كبير وعنده محلات كبيره كيقدم فيها تجربه ديال التسوق وخدمات اخرى. لكن مرجان مؤخرا بدا كيحس بالضغط ديال المنافسه ديال كازيون وبيم، قرر يفتح محلات صغيره بزاف باش يكون قريب من الزبناء في الاحياء. واللي بغى يعرف اكثر على هذا الموضوع غادي نخلي لكم الحلقه اللي درنا على مرجان في الاخر ديال هذا الفيديو. كازيون وبيم كيتشابهوا بزاف في الطريقه اللي كيخدموا فيها في المغرب، واللي هي محلات صغار، سلع محدوده وثمن رخيص. المحل ديال كازيون اولا بيم عاده المساحه ديالو كتقدر ما بين 150 و 300 متر كاري، وكتلقى فيه غير 2 اولا 3 ديال الممرات، وهنا باش الزبون يدخل ياخذ الاغراض الضروريه ديالو ويخرج بسرعه. والمواقع ديال هاد المحلات كتكون وسط الاحياء السكنيه يعني قريبه بزاف من الناس، وهنا باش كيسهلوا عليهم انهم يقدروا يشريو كل نهار. في المحل ديال كازيون اولا بيم غادي تلقى المواد الاساسيه اللي غادي تحتاجها كل نهار بحال السكر، الزيت، الحليب وغيرهم، وباثمنه اللي ارخص من المحلات الاخرين. علاش؟ حيت ما كيبيعوش منتجات كثيره بزاف وكيخليو عندهم فقط السلع اللي كتمشى بالزربه، يعني السلع اللي عليها واحد الطلب كبير. الطريقه كتسهل عليهم انهم يتحكموا في المخزون ديالهم وما كيتعطلوش في التموين. بيم في البدايه كانوا كيجيبوا بزاف ديال المنتجات من على برا خصوصا من تركيا،
لكن من بعد غادي يبدلوا السياسه ديالهم وبداو كيجيبوا تقريبا 85% من المنتجات ديالهم من المغرب، وبهذه الطريقه كيخدموا حتى مع المنتجين المحليين. اما كازيون فمن النهار الاول ديالو في المغرب بدا كيتعامل مع المنتجين والموردين المغاربه. حاليا بيم عنده العدد الاكبر ديال المحلات، تقريبا 700 محل في مختلف المناطق ديال المغرب، وهذا الشيء بسبب انه دخل المغرب لمده ديال 15 عام تقريبا. كازيون في البدايه بدا كيركز على المدن الكبار في المغرب بحال الدار البيضاء، الرباط وغيرهم، لكن الخطه ديالو حاليا هي انه يزيد ينتشر حتى في المدن الصغيره، وهذا الشيء نفس الشيء اللي داروا بيم قبل منه. الدخول ديال كازيون للمغرب هو ماشي مجرد ديال القصه ديال واحد الشركه اللي كتكبر بسرعه، ولكن هي البدايه ديال واحد التغيير كبير في السوق المغربي. هذا المنافس كيخلق واحد الثوره جديده في المغرب، خصوصا في الطريقه اللي المغاربه كيشريو بها السلع اليوميه ديالهم. من قبل الناس كانوا متعودين انهم يشريو الاغراض اللي بغاو من عند مول الحانوت، لكن مع الظهور ديال المحلات بحال كازيون وبيم واللي كتلقاهم قرابين لك بزاف، المغاربه بداو كيبدلوا في النمط ديالو. رغم ان بيم عنده محلات كثيره في المغرب كيف ما قلنا عندهم 700 محل، لكن السوق المغربي مازال فيه فرص كبيره لمحلات جديده، وداك الشيء علاش كازيون كيحاولوا يتوسعوا دابا في المغرب، حيت الاغلبيه ديال الناس مازال كيشريو السلع ديالهم بشكل تقليدي. فباش كازيون يكبر بزاف خاصو يرد البال ويحافظ على الجوده في الخدمات ديالو، حيت السرعه الكبيره اللي كينتشر بها تقدر تخلي بعض المشاكل يبانوا، واي خطا صغير يمكن يخليه يفقد الزبناء ديالو. لكن لحد الان كيبان بان الامور ديالهم غادا مضبوطه مزيان. المحللين كيقولوا بان المنافسه ما بين بيم، كازيون ومرجان اللي غادي يستافد منها في الاخير هو المواطن المغربي، حيت كيبان بان في الشوارع ديال المدن الكبار ديال المغرب دخل رسميا في العصر ديال التخفيضات الكبيره. في الاخير كنتمنى تشاركوا معي الراي ديالكم في لي كومونتير، واش في نظرك تقدر تبان شي شركه مغربيه اللي تقدر تنافس كازيون وبيم بنفس الموديل ديالو؟ وما نساش الى عجبك الفيديو انك تخلي لايك وتبارطاجي مع صحابك. كان معكم انس، نشوفكم في فيديو جاي.